شاورما فراخ كانت بايظة سيئة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد سعد وانا سامر. معانا النهارده عرض جديد من جلوفو. هو منزل عرض مع مطعم شاورما الريم. هو منزل اي ساندوتش من شاورما الريم عليه ساندوتش هديه، يعني لو انت اشتريت واحد ساندوتش فراخ هيديك واحد هديه ساندوتش فراخ، لو اشتريت واحد لحمه هيديك واحد لحمه، لو اشتريت فتة شاورما فراخ هيديك برضو واحد فتة شاورما فراخ. وبما انهم ساندوتشين مش ساندوتش واحد، انا النهارده جايب معايا سامر. هنطلب الساندوتش من جلوفو وهنشوف هياخد وقت قد ايه على ما يوصل، وهناكل الساندوتش ونقول لكم راينا فيه. سامر جاب لنا الاوردر يا جماعه. لو انت اول مره تستخدم ابلكيشن جلوفو، اكتب البرومو كود اللي هيظهر دلوقتي قدامك على الشاشه او هتلاقوه تحت في الديسكربشن عشان تاخد خصم 30 جنيه على اول اوردر ليك. والاوردر ده وصل لنا فيه ربع ساعه من جلوفو، الساعه تقريبا 1:30 تقريبا الظهر. ده وقت ممتاز جدا. دي الباكج بتاع الشاورما الريم، صور المنيو دي وصور الساندوتش كلها هتلاقوها برده على اكونت الانستجرام، لان الحاجات دي ما بنعرفش نطلعها في الفيديو قوي. لو انت مش عامله فولو روح اعمله فولو دلوقتي عشان تقدر تشوف كل ده. خلينا بقى نشوف ايه اللي جوه الاوردر. مناديل عشان لو عاوز تمسك ايدك بعد الاكل. احنا طلبنا 2 شاورما فراخ وطلبنا 2 شاورما لحمه. في احجام عندهم كان في سمول وميديوم ولارج تقريبا. احنا جبنا 2 لحم، الواحد ب 29 جنيه كده، الاثنين وقفوا علينا 29 جنيه وده سعر ممتاز جدا يعني. والفراخ الكبير اللارج ب 27 جنيه برضو، الواحد ب 27 جنيه، بس احنا جايبين واحد معاه هديه. احنا دافعين في الاوردر كله 66 جنيه لان جلوفو بياخد 10 جنيه توصيل. 4 سندوتشات 66. خلينا نجرب اللحمه الاول. اللحمه هم عاملينها باللون الاحمر والفراخ عاملينها باللون البرتقالي. وحجم الساندوتش على فكره حلو فشخ. ده حجم الساندوتش مش صغير يا جماعه زي ما كنا متوقعين يعني. ده شكل الساندوتش من جوه. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. بتاع مليانه بصل، انا ما بحبش البصل. لحمه وبقدونس وبصل وطماطم. البصل كتير شويه بس حلو يعني اللي بيحب البصل. وبالنسبه للحمه هي كويسه جدا. العيش اكيد طازه. ده بالنسبه للحمه، لسه هنشوف الفراخ. وانا من عشاق الفراخ مش من عشاق اللحمه. لو ده كان طعم اللحمه فاكيد الفراخ هيعجبني جدا. خلينا ندي التقييم بتاعنا للساندوتش الشاورما اللحمه ده قبل ما نخش على الفراخ. القيمات عندنا زي ما انتم عارفين مقبول، جيد جدا وممتاز. ده بالنسبه لي جيد جدا. انا بالنسبه لي الساندوتش ده ياخد جيد على السكيل بتاعنا، يمكن عشان انا مش من عشاق شاورما اللحمه. تاني ساندوتش شاورما الفراخ، هو نفس الحجم برضو بتاع اول مره. اقطع يا ولد اقطع. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. طعمه زباله. لا طعمه جدا. الفراخ تقريبا بايظه، مش الفراخ طعمها بايظ باين. هي مش بايظه، هي كانت مركونه. دي بتاعت امبارح واول امبارح اللي بيبقى فاضل في السيخ. اختيار سيء جدا. الساندوتش ده في حاجه بايظه يعني. انا كنت هرجع ساندوتش شاورما يطلع لك بتاع النهارده زي بتاع بكره زي بتاع اي يوم. طبعا امبارح وبكره ايه الفراخ دي؟ مش فراخ يا ابني. دلوقتي تقريبا الفراخ اللي هي بتبقى فايضه في السيخ من قبلها بيومين 3 مركونه. انا اول مره بصراحه تقابلني حاجه زي كده واحنا بنصور. يمكن ده سادس فيديو لينا. اكيد ده مش رايي لوحدي يعني. كويس ان سامر معايا عشان ما يبقاش ده رايي لوحدي يعني. انتوا مش متخيلين فعلا مدى فظاعه الاكل يعني، مدى فظاعه الطعم. ريت الساندوتش ده يعني انا مش لاقيين له ريت بصراحه. هو مش مقبول حتى، هو سيء جدا 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 جدا. مش ممكن يعني دلوقتي عشان الساندوتش طلع سيء جدا 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 جدا. احنا هنتصل دلوقتي على خدمه العملاء يعني نشوف رد فعلهم يعني هيبقى ايه لو فعلا الاكل سيء كده. Welcome to Shawarma Reem Restaurant. For English press 3. لطلباتكم اضغط رقم 1. لخدمة العملاء اضغط رقم 2. لضمان مستوى الخدمة يرجى العلم بأن المكالمة قد تكون مسجلة. مش هتأثر فينا. الموسيقى دي ادمت
التخانات الفلانية. هل هيرد علينا بسرعة؟ مريم صافي. ايوه مساء النور. مساء النور يا فندم. حضرتك احنا كنا طالبين اوردر من شويه من 10 دقايق. تمام. كان لو عايز رقم الاوردر انا مش عارف بصراحه انتوا كاتبين الرقم فين. نفس الرقم ولا كان على رقم تاني؟ لا رقم تاني. ممكن استاذنك تديهوني؟ 0100. اوكي اسمه استاذ احمد. ايوه مظبوط. تمام. ايه مشكلة الاوردر؟ مشكله الاوردر هي اللحمه كانت كويسه بس شاورما فراخ كانت بايظه سيئه، مش عارف بصراحه اقول لحضرتك ايه. بيضة؟ بايظه يعني انا يعني رجعت من الاكل طعمها بايظ الساندوتش طعمه بايظ. الساندوتش طعمه بايظ يعني الفراخ كانت الساندوتشين هما كانوا 2 والاتنين نفس الطعم يعني مفيش اختلاف يعني مش ده مش رأيي انا حضرتك لوحدي. رجعتهم مع الطيار؟ انا ما رجعتهمش. رجعتهم مع مين حضرتك؟ مع الطيار؟ لا والله هو ادالنا الاكل ومشي فاحنا كلنا الفراخ اللحمه الاول معلش كانت كويسه فجينا ناكل الفراخ طعمها بايظ. طب هو بس المشكلة ان حضرتك طالب من جلوب فانا معرفش عنوان حضرتك ومعرفش بس يعني المكان. طب تسمح لي حضرتك حابب تبدل الساندوتشين مفيش مشكلة. لو حضرتك قريب من الفرع ممكن تروح فرع مصر الجديدة وتبدل الاوردرات لو حضرتك تسمح يعني انه قريب من المكان. بس احنا قطمنا قطمتين من الاوردرات يعني قطمنا قطمتين منهم لا مفيش مشكلة عادي حتى لو قطمت مش مشكلة. طيب ممكن يتغيروا لحضرتك. ما هو لو طلع نفس المشكله في الساندوتش برضه يعني تفهماني يعني هو اكيد نفس انا الفراخ. عندي من الصبح انا بصراحه ما بعتذر بس هو ممكن يكون التوميه او الخيار اللي فيه مشكله. انا السيخ لسه بيبقى اولا جديد يعني السيخ جديد ولو في مشكله بصراحه ما عنديش حد من الصبح مشغلين الساعه 10 ما عنديش حد بصراحه اشتكى من الفراخ. هي ممكن بس تكون حصل صدفه مع في التوميه والخيار هو اللي باين لحضرتك ان طعمها فيه مشكله مش شاورما الفراخ نفسها. طيب يعني ممكن حضرتك هو يعني لو حضرتك تسمح ممكن تروح للفرع وتبدلهم. هم متاح ان انت تبدلهم ده حق حضرتك انت يعني دافع فلوس فلازم تاخد كواليتي كويسه. طيب ماشي اوكي. بالنسبه لجلوفو وكده عادي يعني هيتبدل بس مفيش مشكله. لا هو بس انا هقول لك مدير الفرع حضرتك هتروح تمام. كلهم خلاص كده الكونكت بينك وبينه كده خلاص ان هو اوريدي وصل لك الاوردر. طيب ماشي اوكي تمام. لو حضرتك عارف فرع سانت فاطمه حضرتك استاذنك بس تنزل تروح الفرع وتبلغهم ان انت خدت الاوردر ده جالك جلوفو وفي مشكله في الفراخ وهم نفسهم هيشيكوا عليه وانا هبعت كواليتي حاله للفرع وهخليهم يشيكوا على السندوتشات او يعني لو فيها مشكله هيبدلوا حضرتك السندوتشات عادي زي ما حضرتك عايز. ماشي اوكي تمام ماشي تمام. بعتذر طبعا على حضرتك استاذ احمد على الكومنت ده. اوكي تمام مفيش مشكله. تحت امرك شرفتني مع السلامه. طيب ده كان رد خدمه العملاء على الشكوى بتاعتنا. هو بصراحه رد كويس. انا بصراحه اتقرفت من الساندوتش جدا يعني اتقرفت اصلا ان انا اكل فمش هقدر اروح اصلا الفرع عشان اغيرهم كمان عشان انا عندي شغل دلوقتي انا مش عارف لو كنت رحت الفرع كانوا هيرضوا يبدلوه اصلا ولا هيتلككوا برضه. بس الرد ماشي معقول يعني بالنسبه لي. ورد البت كان دبلوماسي شويه يعني بتقول لك حتى من التوميه والخيار لا هو من الفراخ نفسها يعني الفراخ نفسها مجلده لحد الرد ده ماشي تمام مفيش مشكله. يمكن هو ده اللي يشفع لهم شويه. انا يعني مش هقدر فعلا اروح المطعم دلوقتي عشان الشغل وكده. ممكن هنبقى نعمل حلقه تانية على ساندوتش الفراخ بس ونشوف هل هيطلع المره الجايه بنفس الطعم ولا لا نروح نجرب في المطعم عشان لو ما طلعش كويس. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك ليه واعملوا سبسكرايب واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل ريفيوهات الاكل. روحوا للانستجرام اعملوا فولو للاكونت الاوردر عشان هتلاقوا كل الصور بتاعت التجربه دي. بس يا ابني اقفل